كدبة جديدة وأزمة كبيرة افتعلها وليد العطار بخصوص كهرباء. والمشكلة إن معظم السوشيال ميديا الأهلوية صدقتها ونشرت الخبر، ومحدش اتأكد من صحة الخبر هل هو صحيح ولا كذب على الفاضي. والإعلام الزملكاوي ما صدق وصاح في الموضوع، والكل مشي وراه من غير ما يسأل ولا يعرف. من ضمنهم خالد طلعت الزملكاوي اللي كل يوم بيهاجم في النادي الاهلي، قال لك محمود كهربا هيدفع الغرامه كامله علشان النادي التاني اللي كان بيلعب فيه كهربا فلس. والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بعد عودته من رحله علاج مباشره على النادي الاهلي لاتمام الصفقات والنظر في حال الفريق. الاهلي جاهز لسيراميكا كليوباترا غدا ان شاء الله الساعه 7 مساء، ويدخل الليله في معسكر مغلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، دعما لحبيبك واخوك سوبر أهلاوي. لو حضرتك أول مرة تشوفنا أو تتابعنا تكرم علينا باشتراك في القناة ولايك على الفيديو. ووليد العطار وأزمته، وليد العطار اللي هو الرئيس التنفيذي لاتحاد الكرة اللي خبى خطاب النادي الأهلي في تنظيم نهائي كأس أو دوري أبطال أفريقيا عن النادي الاهلي، وقال لك ما جاش خطاب من الاتحاد الافريقي. النهارده طالع هو والحاج عامر حسين رئيس او عضو اتحاد الكره. انا ما اعرفش فين محمد بركات من اللي بيحصل ده مع النادي الاهلي، وما بيتكلمش ليه؟ ما بيتكلمش ليه؟ ما بيطلعش يكذب الاخبار دي ليه؟ خالد وليد العطار بيقول لك ان محمود كهربا جه خطاب بيفيد ان هو يدفع الغرامه كامله ولمدة 6 شهور، وهيتم ايقافه تاني لمدة 6 شهور. المشكلة ان اساسا لا الفيفا بعت ولا في ايميلات وصلت من الفيفا ولا في خطابات وصلت من الفيفا، لان الفيفا اساسا عنده اجازة من يوم 20 ديسمبر حتى 7 يناير، يعني 18 يوم بالتمام والكمال. مفهومش لا الفيفا هيبعت خطابات ولا الفيفا فيه لجنة انضباط ولا في اي حاجة. ولا على فكرة القضية بتاعت كهرباء ودفع الغرامة ده حكم كان ماشي واجب النفاذ على كهرباء، ايقافه 6 شهور ودفع الغرامه، بس الغرامه اللي هي نص الغرامه لانه نصها عليه ونصها على النادي. تمام. وليد العطار قال لك بقى كده كده احنا نطلع الجمله ديت علشان نادي الزمالك يشتكي في اتحاد الكره لجنه الانضباط اللي هي اساسا مش موجوده. لجنه الانضباط في اتحاد الكره ما فيهوش لجنه انضباط اصلا، لان لجنه الانضباط في اتحاد الكره فشكلوها او فضوها اصلا لما رئيس لجنه الانضباط ما رضيش يطلع رخصه لنادي الزمالك يلعب فيها بدوري ابطال افريقيا، علشان خاطر ان الزمالك اساسا عليه مديونات كتيره سواء للاتحاد الدولي او في مصر، لعيبه وضرائب وممدوح عباس والحاجات دي كلها. ولكن هم وليد العطار بقى طبعا ما هو زملكاوي ولازم يعمل اللي هو عايزه بقى، ويخبي عن النادي الاهلي خطابات ويطلع ويكذب في حاجات تانية، ويقول لك ان النادي الاهلي او الزمالك هيشتكي كهربا علشان اساسا ان العقوبه بتاعت محمود كهربا هتنتهي يوم 11/1 اللي جاي، ويحق لمحمود كهربا ان هو يلعب اساسا في النادي الاهلي او في اي فريق يروح له بعد 11/1 حتى لو ما دفعش ولا جنيه من الغرامه، لان لسه عبال ما بتتجمع لجنه الانضباط في الفيفا والاتحاد الدولي وياخدوا قرار تاني بايقافه تاني. اقل حاجه ما فيهاش اقل من شهر. وعلى فكره محمود كهربا مش لازم يدفع الغرامه كامله، ممكن يسدد على اقساط زي ما شفنا مع النادي الاهلي وسليماني كولوبالي الهارب اللي النادي الاهلي خد في حقه حكم قضائي وكانت واقف 6 شهور ورجع لعب قبل ما يدفع ولا جنيه للنادي الاهلي او ولا دولار للنادي الاهلي ولعب. فمحمود كهربا يقدر يلعب من غير، وبعد كده مش لازم. يعني مثلا خالد الغندور طالع بيهلل وبيقول لك ان محمود كهربا لازم يروح يعتذر لسياده المستشار ويبوس على ايده ويقول له والنبي يا سياده المستشار شيل عنا الغرام. ما فيش الكلام ده اصلا، لان اساسا بقت تبع حكم الاتحاد الدولي. ومحمود كهربا طاعن بالتزوير اللي هو اساسا وليد العطار هو اللي كان السبب في تزوير عقد كهربا مع نادي الزمالك، في تثبيت تزوير عقد كهربا، لان اساسا محمود كهربا لما كان مشي وراح الفس البرتغالي طبعا ما كانش
ماضي على عقد النادي الزمالك، او العقد ما كانش اتوثق، وبيقول لك العقد لو خلال سنه ما توثقش يبقى العقد لاغي من طرفه، اللاعب حر. لكن وليد العطار رجع ومضى بتاريخ قديم في الوقت اللي اساسا وليد العطار ما كانش موجود في اتحاد الكره اصلا ولا دخل اتحاد الكره، وده تزوير في حد ذاته. ولكن محمود كهربا لسه لحد الان حكم المحكمه ما اثبتلوش بالوجوب الثابت ان ده عقد مزور اللي يقدر يرجع بيه للاتحاد الدولي. ولكن هو اساسا محمود كهربا ان شاء الله ممكن يدفع الغرامه ولو اقساط، يعني على اقساط كده هيدفعها قسط قسط، والقسط على حسب بقى ما يحدد الاتحاد الدولي. ليه؟ لان الغرامه اصلا هتدفع في الاتحاد الدولي، مش هتروح لنادي الزمالك ولا هيدفعها في نادي الزمالك. والكابتن محمود الخطيب بعد رجوعه بالسلامه النهارده من رحله علاجه على طول على النادي الاهلي، علشان بعض الاجتماعات اللي عايزه يعني مثلا حاجه كده يظبطوا فيها كل حاجه، منها حاله الفريق حاليا، ومنها الصفقات الجديده في يناير علشان يعتمدوا الميزانيه بتاعت الصفقات الجديده ان شاء الله باذن الله، وكلها صفقات سوبر للنادي الاهلي، صفقات سوبر ان شاء الله باذن الله للنادي الاهلي علشان المشاركه في كاس العالم للانديه ودوري ابطال افريقيا. وعلى فكره كل اللي بيعمله اتحاد الكرة ده كله علشان يخلي الجمهور اصلا يهاجم في النادي الاهلي كمان وكمان، واحنا عاوزين نساند الفريق باقصى او باي حاجه ممكنه للنادي الاهلي، وكل الدعم والتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. بكره ان شاء الله النادي الاهلي مع سيراميكا كليوباترا، سواء فاز او تعادل او اي نتيجه تانية يا جماعه، نقول للنادي الاهلي ان شاء الله بالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله باذن الله، وبكره هنفوز ان شاء الله وهنفضل متصدرين الدوري. وفي الختام ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.